الله الرحمن الرحيم. حرامي، خليني أقول لك حاجة. أنت طبعا عطلت نفسك، لا تقدر تحج، ما تقدر تصدق، أنت تقبل الصدقات، تدور الجمعيات، فما رايح يعني تتصدق. بس احنا نقولها بشكل عام لأنه يمكن ناس تبوق ده 10 وتصدق بواحد، يقول لك خلاص سوينا. ما علينا من هالكلام. فانت عطلت نفسك، مسوي روحك الحين على مسباح وزهقان وبطلت صلاتي. انت تصلي، قاعد تصلي في مكان مغصوب وانت تدري بغصبيته. انت اساس بوقته، انت اساس الحرامي اللي اسس السرقة. كيف تصلي؟ لو بس الى مثلا اذا كان اختك هذه المسكينة اللي اغتصبتها، زين، وبقتها، هذه يصير يجوز اصلي فيه والمكان. واذا رحت مكان مغصوب ثاني غصبه واحد ما يجوز. يعني القريب يعني يجوز عندك، ها انك اخو، لا انت مؤمن بالله، انت قاعد تأدي حركات، انت قاعد تسوي كذي بس خرابيط. والا هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، ويا ويلك ويا سواد ليلك. وحسبي الله على كل ظالم حرامي، حسبي الله على كل ظالم حرامي. وجاي لنا الدور ان شاء الله. المهم، لا تسوي لها فيها فلتكة زيادة. وانت ما خليت مطعم، ما خليت ذاك، ولا بتجرب كل شيء، وبتسوي روحك تصلي والمسبحة بتطل صلاتك، زين، وانت مكانك مغصوب، تصلي فيه مغصوب. لا حول الله. الحين هو السالفة في المسبح اللي عندك. روح استسمح من اختك، روح. وقضى العمر، ترى قضى العمر. انت الحين تمشي بالعقد السادس يا ستيني، ما انت مستحي من عمرك هالقد وتبوقه. بوق خلي للجهال، مو ده باقي علته باقي ده. انت الحين وصلت 60 قمت تبوق وما ندرى وش. والله عيب.